السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. قبل ما أبدأ الفيديو أتمنى منكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد بنزله، وما تنسوش لايك وتعليق حلو منكم يشجعني. النهاردة هعمل معاكم إن شاء الله صينية بطاطس بالفراخ، والفراخ دي هعملها بالخلطة وهتكون جميلة جدا إن شاء الله. اول حاجه هنقول بسم الله. انا في الوقت ده يا حبايبي كنت قطعت الشبت وغسلته كويس اوي زي ما احنا شايفين كده، وجبت بصلتين وقشرتهم وقطعتهم قطع صغيره زي ما احنا شايفين بالطريقه دي. وكنت ببدا في الوقت ده بحط عليهم توابل، حطيت عليهم رشه من الكمون وملح، وكنت برضو مقطعه عليهم فلفل رومي، وبدات اقلبهم في بعض كويس اوي علشان المكونات بتاعتي كلها تندمج مع بعض. دي خلطه للفراخ يا جماعه جميله جدا وبتعملها طعم حلو قوي. وكنت في الوقت ده مجهزة وراك وغسلهم غسيل كويس جدا بالليمون ومصفيهم، وهبدأ بقى أحشيهم بالخلطة الجميلة اللي معايا دي. بس أول حاجة تبدأي تعمليها تخلي إيدك خفيفة عليها عشان الجلد ما يتقطعش منك، وتبدأي تفرغي بين الجلد واللحم بتاع الفراخ بصبعك كده على خفيف، وابدأ أحط الخلطة بتاعتي تحت الجلد بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تحطيها كويس قوي وتثبتيها بإيديكي عشان ما تقعش منك أثناء التسوية، وتقدري تستفيدي بطعمها. انا كان معايا يا جماعه في الوقت ده وركين، انا كنت لسه بحشي كده في الورك الاولاني. وبعد ما تخلصي الحشو بتاعك خالص تمسكي الورك وتبداي كده تضغطي على الحشوه علشان ما تقعش منك زي ما احنا شايفين كده. تضغطي عليها بالراحه مش هتقع منك خالص، وهنشوفها مع بعض في الاخر. شايفين يا جماعه في الوقت ده انا هبدا احشي الورك التاني. كنت بوريكم ازاي بفرغ بين الجلد واللحم من غير ما الجلد يتقطع معايا. كملوا معايا الفيديو للاخر عشان تشوفوا معايا الشكل النهائي بتاعها، هيكون جميل جدا. وياريت يا حبايبي تشجعوني وتدعموني وتشتركوا معايا في القناة، وما تنسوش اللايك والتعليق. وبعد ما خلصت الحشو بتاعها هجيب صينية كده وهحط فيها الوراك بالشكل اللي احنا شايفينه ده. مش هحطها من ناحية الجلد علشان الجلد ما يتقطعش والحشوة تفضل جواه. وكنت سايبة شوية معايا من الخلطة علشان برضه اضيفهم عليها، لان هي دي الصينية اللي هعمل فيها البطاطس، فعشان البطاطس تاخد من طعم الخلطة بيبقى طعمها حلو قوي. وبعد ما حطيت عليهم الخلطة هضيف عليهم مية، بس مية مش كتير، حوالي كوبايتين 3، لحد بس الوراك ما تستوي معاكي. انا سبتهم يستوي حوالي ساعة او اقل بشوية علشان هسيبهم يكملوا التسوية بتاعتهم مع البطاطس. غطيت عليهم وهي حبايبي بصينية تانية. وبعد حوالي ساعة بدأت اشوف في الوراك بتاعتي، كانت بدأت المية بتاعتها تنشف اهي، وهي برضو كانت بدأت تستوي. سبتها حوالي دقيقتين كمان لحد المية بتاعتها تنشف شوية علشان الصوص يبدأ يظهر معايا. وفي الوقت ده كنت هشيل بقى الوراك من الصينية وهبدأ أجهز في صينية البطاطس مكان الوراك. في الوقت ده يا حبايبي زي ما احنا شايفين كده هبدأ أروح أجهز في البطاطس لحد ما الوراك تستوي معايا. كنت في الوقت ده قطعت دورق كامل من الطماطم. أنا بحب أحط في البطاطس يعني طماطم كتير علشان لونها يبقى أحمر، والطماطم الكتير في البطاطس بتعملها طعم حلو قوي. وكنت برضه خلطت بصل زي ما شفنا كده وحطيتها على النار تتحمر، وضفت عليها التوابل، السبع بهارات وكمون وفلفل اسود. وفي الوقت ده كنت بجهز معاكم اهو الشبت والفلفل الاخضر. طب اقطعهم كده في نفس البولة وعشان اغسلهم كويس. في الوقت ده عصرت الطماطم وحطيتها على البصلة بتاعتي بعد ما اتحمرت واخدت لون ذهبي، واروح اغسل البطاطس. اغسلها غسيل كويس اوي لحد ما الطماطم بتاعتي تتسبك كده شوية. وفي الوقت ده يا حبايبي الطماطم كانت بدأت تغلي وتتسبك معايا شوية، وضفت عليها برضو يعني حوالي ربع معلقة كمون كمان، لأن ما كنتش حاطة يعني على البصلة كتير. وكنت برضو غسلت الشبت غسيل كويس أوي اهو وصفيته، وهبدأ أضيفه عليها. الشبت والفلفل الرومي بيعمل طعم حلو أوي لصينية البطاطس.
وهقلبهم في الطماطم بتاعتي تقليب كويس قوي. وكنت في الوقت ده غسلت البطاطس وصفيتها تصفية كويسة، وهبدأ أضيفها على الطماطم. تبدأي تضيفي البطاطس بتاعتك بعد ما الطماطم تتسبك معاكي شوية. وكنت في الوقت ده ظبطت ملحها، وهبدأ بقى أضيف عليها الوراك بتاعتي. ودي يا جماعة هتبقى صينية بطاطس بالفراخ جميلة جدا. وبعد ما الطماطم اتسبكت معايا جبت كده شوية طماطم في طبق، بعد ما كنت ضفت عليها الشبت وكل حاجة علشان أضيفهم على الوراك بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وكنت في الوقت ده ولعت على الفرن من حوالي 5 دقايق، وهحط فيه الصينية. حطيت الصينية في الفرن من تحت، وأول ما الطماطم تبدأ تنشف معايا هطلعها على الشواية علشان تاخد لون حلو. وسبت صينية البطاطس كده يا حبايبي في الفرن، وهبدأ أروح أجهز في الرز بتاعي. هعمل جنبها رز أبيض كده من غير أي حاجة، هي لوحدها هنا طعمها بيبقى جميل جدا، فمش هنحتاج رز بالخلطة ولا حاجة. وفضلت أغسل في الرز كده وأمليه مية وأكبها لحد ما المية بتاعتي تبقى بيضة على الآخر. وجبت حلة هبدأ أضيف عليها الزيت، وهسيبه يسخن شوية على النار. وبعد ما المية بتاعت الرز بقت بيضة خالص زي ما احنا شايفين كده، هصفيه كويس منها وهبدأ أضيفه على الزيت. شايفين يا حبايبي لازم تفضلي تغسلي في الرز لحد ما المية بتاعته تبقى بيضة خالص. ودلوقتي يا حبايبي بقى هبدأ أضيف الرز على الزيت بعد ما يسخن معايا شوية، وأحط عليه العيار بتاعه. تحط يعني المية فوق الرز كده بحاجة بسيطة، وتبدأي بقى تظبطي الملح بتاعه، وهسيب النار عالية عليه لحد ما ينشف وبعدين أوطيها. وفي الوقت ده يا حبايبي صينية البطاطس بالفراخ كانت جهزت معايا زي ما احنا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، شكلها كان جميل جدا، وريحتها كانت تجنن. ريحتها كانت في البيت كله جميلة قوي. كنت حطيتها على الشواية واتحمرت واخدت اللون اللي احنا شايفينه ده. جربوا يا جماعة تعملوا صينية الفراخ بالبطاطس بالطريقة اللي انا قلتلكوا عليها دي، مش هتندموا، هتلاقوا طعمها حلو قوي بجد، لان خلطة الفراخ بتعملها طعم لذيذ. وبرضه كنت جهزت الرز جنبها، كان في الوقت ده استوى وجهز. وكنت حابة في الوقت ده يا حبايبي اوريكوا التسوية بتاعة البطاطس. البطاطس كانت مستوية معايا على الاخر، شايفين كنت لسه مخرجاها من الفرن وبتدخن. شايفين البطاطس كانت مستوية معايا خالص ومتحمرة وجميلة جدا، ولونها كان احلى من كده كمان، لكن يعني الاضاءة بتاعة الكاميرا وكده مغيرة لونها شوية. اتمنى اكون قدرت افيدكم بحاجة من الفيديو، ولو عجبتكم طريقتي في عمل صينية الفراخ بالبطاطس عرفوني في تعليقاتكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة يا حبايبي وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد بنزله. وما تنسوش اللايك، انا محتاجة القناة تكبر معاكم وبيكم، ومحتاجة دعمكم جدا. ياريت تكبروا بخاطر بتعليقاتكم وبدعمكم ليا. السلام عليكم، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.